حبيبي. انت بس جاهز المليون ونص، مالكش دعوه باي حاجه، هي هتوافق صح كده؟ لا عمرها قرب من ال70 وعايز يجوزها سعودي علشان ياخد منه 1.5 مليون. بيعمل مقالب فيها ورد فعلها بيكون مفاجأة. كل متابعين التيك توك بيحبوها ودلوقتي بقت بتطلع لايفات والحياة زهزهت. حكايتي معاكم عن تيتا جوجو السنجل وابن ابنها، ازاي رقصة واحدة غيرت مجرى حياته هو وجدته وخلتهم مشهورين. هل جيرانهم بيتريقوا عليهم بخصوص الفرح اللي بيعملوا شادي؟ ليه الناس بتحب تيتا جوجو؟ وليه بقى اسمه شادي؟ ايوه ليه بيمنع اخته تطلع معاه في الفيديوهات؟ قصة كبيرة هقول لكم على تفاصيلها في الفيديو ده، تابعونا للنهاية. القصة بدأت من عند ملياردير سعودي لما قرر شادي إنه يقنع جدته إنها تقبل بيه وتتجوزه علشان يقبوا على وش الدنيا، لكن هي فاجأته بالرد بتاعها ورفضت. ده جزء من حكاية التيك توكر شادي أيوة مع جدته اللي بيعمل فيها مقالب تخليها تسيب البيت وتمشي أو ما تعرفوش تاني. تيتا جوجو دي بقى هي سر شهرة شادي والناس بتحبه بسببها والخلايجة بيتابعوها. شخصيتها بتجذب الناس وده علشان علاقتها بشادي حفيدها كويسة والناس بتتكلم عليهم. بيقدموا محتوى ترفيهي بيقلب حال المتابعين من الزعل للضحك والفرفشة. تيتا جوجو طلعت مع ريهام سعيد ومعها شادي حفيدها، واللي سألهم ازاي كسبوا حب الناس واتشهروا قالوا انهم بيعتمدوا على المقالب. شادي بيعرف ينكشها قدام الكاميرا وبيعمل مقلب يعجب الناس، ودي موهبة كبيرة بيتمتع بيها ومش اي حد يعرف يعمل كده. تيتا بتحب حفيدها جدا، كلامها لذيذ ويخطف العقل. تجاربها الكتير في الحياة ساعدت شادي، وده علشان تيتا كبيرة في السن وعدت ال70 بس مش باين عليها خالص. عندها تركيز عالي، سرعة بديهة في الرد، بتعرف تعمل شغل عالي مع شادي. الخلايجة بيسمعوا فيديوهاتها وبيحبوها جدا علشان هي رمز مصري أصيل. بيقولوا لها بنحبك، ولما بنكون زهقانين من الحياة بنشوف فيديوهاتك. وبخصوص السر ورا كلمة أيوة، دي حكايتها حكاية بدأت لما شادي كان بيروح أي فرح والأغاني شغالة يرقص ويقول أيوة، ومن ساعتها بقى بيشغل السبيكر في البيت بصوت عالي وبطريقة كوميدية يقول أيوة، لحد ما الناس في الشارع بقت تقابله والضحكة مرسومة على وشهم وبينادوا بيه بأيوة. جيرانهم لما بيسمعوا صوت الأغاني بيقولوا شادي أيوة بيصور فيديو، أكيد خطف الترند من المشاهير وكل الناس. اتشهر بكلمة واحدة وتيتا كوكو كانت بتنصحه دايما. شادي موهوب بيعرف يتقمص الأدوار، وعلى سبيل المثال يشغل الأغاني بصوت عالي علشان الجيران تفتكر إن هم عندهم فرح، وبعدها يطلع على الشباك وبطريقة مضحكة يقول أيوة يا خالتي أم محمد اتفضلي عندنا بط على الغدا. كمان الصغير قبل الكبير في بلدهم يعرفوا شادي وتيتا جوجو. بالنسبة للناس بقى اللي بتسأل هو شادي ليه بيطلع مع تيتا جوجو واخته لأ، ده لأنه معترض على ظهورها. كمان القرار يرجع لوالده، بس هي بتساعده يطور من نفسه والمراية اللي بتصحح له الأفكار اللي بيعملها. أما عن مقلب العريس السعودي اللي هيدفع مهر 1.5 مليون، فتيتا جوجو قالت له لأ، حتى ولو 1000 واحد اتقدموا برضه مش هوافق. هما بيعملوا فيديوهات كتير على تيك توك ونجمهم بقى في العالي بعد الترند بتاع أيوة. بيغيروا الأفكار علشان الناس ما تزهقش. كمان أخته بتساعده في الأفكار، واللي قالت له ممكن تعمل عن عيد الأضحى وكل وقت ليه فيديو معين، عيد الحب، رمضان، كل المناسبات. عشان كده الناس بتتابعهم وبيحبوا النوع ده من المحتوى المضحك. لكن الدور الكبير لتيتا جوجو لأن الناس بدأت تتعلق بيها وبيستنوا فيديوهاتهم. تيتا وشادي موهبتهم حققت أعلى نسب مشاهدة ووصلت للملايين، كل ده بفكر بسيط وأسلوب ممتاز خلاهم يتفوقوا على بلوجرز كتير. خفة دمهم السر الخفي اللي خلى الناس تحبهم، ودلوقتي في لايفات كتير على التيك توك بتتعمل وبقوا بيكلموا الناس وتيتا عنصر أساسي معاهم. ايه رأيكم بقى في محتوى شادي وتيتا جوجو؟ شاركونا في التعليقات.